السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم ازاي ننظف النجف بتاعتك. هوريكي من الالف للياء ازاي بطريقة بسيطة وغير مكلفة ترجعي النجف بتاعك كأنك لسه شاريه حالا. بعد ما نزلنا النجفة بتاعتنا شايفين منظرها عامل ازاي، وسخة خالص. اول حاجة هتعمليها انك هتفكي السلك اللي فيها بالطريقة دي كده. فكيناها. دلوقتي الكريستال بتاعنا ده احنا هنفكه خالص، شايفين بالطريقة دي. الشناكل بتاعته هتفكيها. هفك كل الكريستالات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا في المسمار يمكن انتوا شايفينه، احنا برضو هنفك كل ده. طريقة سهلة جدا يا جماعة، ولا تكلفي نفسك اي شيء. ادينا فكينا الكريستال، هنفكه خالص من الشناكل اللي هو فيها او الحديد ده. خليكي معايا تابعي، هقولك اسم كل حاجة هتجيبيها واسمها ايه وده ايه وده ايه. بعد ما نفك كل ده، عايزة تغسلي ده وتعلقيه تاني اوكي مفيش مشاكل، لكن انا عايزاها تبقى جديدة نوفي كأني لسه شارياها من المحل. فكل ده خلاص بقى صدى، ممكن يتغسل وينضف، بس انا في غنى عنه. عايزه اجددها يا جماعه، هي دي فيها مشكله؟ كل ده هحطه في منظف يعني اريال او صابون سايل او اي حاجه تحبي تنضفي بيها. بعد ما نفك كل ده هقولك هتنضفيها ازاي. هفك اللمض بتاعتها بمنتهى السهوله اهي عشان تتمسح برضو. ودي لو بتتشال عندك هتشيليها. لو النجفة بتاعتك قادرة تنزليها هتنزليها بالطريقة دي. لو انا مش قادرة انزلها يا ام اياد، نضفيها زي بالطريقة اللي انا بعملها وهي متعلقة. حطي سلم ونضفيها بالطريقة دي. الكلام ده لو النجفة بتاعتك نحاس. انا دي ماركة انجيل، فانا متعودة انضفها بالطريقة دي. طيب لو بتاعتك مش نحاس اصلي هتعملي ايه؟ هحطلك اللينك في الفيديو تعملي بالطريقة التانية. بصوا حطيت كله اهو. مش هقولك حطي بليفة ولا حاجة، لو عملتيها بايديكي كده بصي هينضف، بس انا هسيبه ينقع شوية لغاية ما نروح لايه، للنجفة بتاعتنا. احنا هننضفها بطريقة غير مكلفة. سلك المواعين يا جماعة اللي هو الناعم ده، بفوطة هنمسح التراب من عليها خالص. هناخد قطعة كده من غير اي مساحيق ولا اي حاجة، وهوريكي قدام عينيكي اهو. هندعك كده، شايفين؟ بسم الله اهو. شايفين الحتة دي بقت عاملة ازاي اهو. هندعك كده اهو. اللمعة ابتدت تبان ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين الفرق ما بين دي وما بين دي بقت عاملة ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، رجعت كأنها جديدة. طب يا ام اياد انا شايفة فيه سواد، شايفين اللي داخل ما بين السطور دي؟ هنعمل ايه؟ معلقة بتاعة شاي وهنيجي عليها نعمل دي كده اهو. شايفين دي وساخة من التراب وكده، فبتبصي تلاقيها متركنة اهو. شايفين عملت ازاي؟ طلع معانا. هشوف واحدة تانية كمان اهي اهو. شايفين بتطلع علشان خاطر ممكن السلكة ما تجيش للمناطق اللي زي دي بأي حاجة. انا بشتغل بالمعلقة. شايفين بقت عاملة ازاي؟ بقت زي الفل. هنكمل بنفس الطريقة. واللمعة بتاعت الدهب رجعت زي ما كانت. انا مش عارفة اذا كان باين لكم ولا لا. شايفين الحتة دي من الحتة اللي فوق زي الفل اهي. دي لسه ما اتعملتش. الجنب ده اهو اتعمل. دي اللي بتبقى من تحت. انا بس بوريكم المنظر عامل ازاي بعد ما دعكتها ومسحتها طبعا بالفوطة دي. شايفين اهي لمعتها. وهوريكم انا عشان تديني اللمعة الذهب الخالص اللي تحافظ عليكي وتنطر التراب. انا هقولك هعمل ايه حالا. طبعا اللمض بتاعتها شلناها وهلمعها، يعني همسحها بفوطة ناشفة. السر في اللمعة الجميلة بقى السبراي ده، واهو
السبراي ده بتجيبيه من عند بتاع البويات، بتقولي له عايزه سبراي شفاف، هتاخديها كده يا اما تحطيها على قطنه او فوطه زي دي، او ترشي بالطريقه دي دايركت عليها اهو، شايفين بالطريقه دي، وهتسيبيها ثواني وهنلمعها بالفوطه الناشفه دي، وهنشوف اللون الخطير. بقول لكم كانها لسه جايه من المحل حالا. الله على الجمال، شايفين اللون؟ همسك دي كده بقى ونمسح. شايفين اللون عامل ازاي؟ النجفه تحفه تحفه، رجع اللون الذهب بتاعها الاصلي للاول خالص، كاني لسه جايباها حالا. هناخد حته السلكه على الناشف بعد ما تمسحي منها التراب طبعا، وهتدعكي بالسلك على الناشف، ما تبليش حاجه خالص بالطريقه دي، وهوريكي لونها هيرجع زي ما كان. شايفين انتوا ابتدى اللون يظهر معايا؟ شايفين دي من دي اهي، دي اهي لونها مصديه، ودي ابتدت طريقه سهله جدا. وهكمل النجفه بتاعتي بنفس الطريقه بتاعت السلك على الناشف. عايزه اوريكم الفرق ما بين الاتنين، دي قبل التنظيف عامله ازاي، وشايفين دي بعد التنظيف بقت عامله ازاي. طبعا انتوا شايفين فرق شاسع جدا، شايفين منظر الذهب هنا عامل ازاي وهنا شكله عامل ازاي. ودلوقتي نرجع للكريستال بتاعنا، شايفين الميه شكلها عامل ازاي. هناخده كده ونغسله بايدينا بليفه باي حاجه، هو مش مستحق ان احنا نغسله لا بليفه ولا بحاجه، زي ما انتوا شايفين بقى زي الفل. وبفوطه هناخد الكريستال بتاعنا هننشفه خالص، بقت زي الفل وبتلمع معانا واخر حلاوه. هخلص غسيله وهرجع لكم من تاني بعد ما انشفه بفوطه كويس جدا. نيجي بقى للاغراض اللي احنا المفروض نشتريها، او عشان تروحي تقولي للراجل اسمها ايه. دي اسمها ايه؟ دي اسمها كليبسة فيونكة، هوريها لك ورخيص جدا، هقول لك برضو سعرها ايه. دي اسمها كليبسة فيونكة مستوردة مش مصري، 100 ب30 جنيه، 100 من دي ب30 جنيه. دي اللي بتدخل فيها الكريستالة الصغيرة. طب الكريستالة الصغيرة دي اسمها ايه؟ اسمها حباية 14. دي اسمها ايه؟ اسمها حباية كريستال 14. تمام؟ دول بكام؟ دول ب30 جنيه، اللي هم دول الفيونكات دي اسمها كليبسة مستوردة فيونكة، دول ب30 جنيه 100 حباية. طيب دول عاملين كام؟ دول ب40 جنيه. انا جايبة 50 حباية عشان انا عندي بالزيادة، عندي الكريستال بتاع النجفة وجايبة منه بالزيادة حباية تتكسر او حاجة. يبقى عرفنا دي اسمها ايه؟ حباية 14. دي اسمها حباية 14. دي اسمها كليبسة فيونكة مستوردة. طيب دي اسمها ايه؟ البلبلة دي اللي هي المسمار اسمها ايه؟ اسمها بلبلة بتاعت اللي بتعلق فيها الكريستال من فوق في النجفة. دي اسمها ايه؟ دي اسمها كورة كريستال 40. دي كورة كريستال 40، يبقى دي 14 ودي 40. انا كده اديتكم كل المعلومات. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هندخل الفيونكة دي في الكريستالة اللي هي 14 اهي، هنرجعها النجفة زي ما كانت بالطريقة دي. شايفين المنظر؟ ونعلق في الناحية التانية برضو حباية كده، هي ليها خرمين، خرم من فوق وخرم من تحت اهو زي ما انتوا شايفين. هنعملها كده بالراحة وبشويش عشان ما تتكسرش معاكي. ونقوم جايبين تاني الفيونكة وعاملينها، لازم تظبطي الفيونكة تبقى ماشية مع بعضها بالطريقة دي، عشان الكريستالة دي بتبقى
ضعيفة. ادي المنظر. هنكمل بقية الشكل كده. شايفين احنا خلصنا تركيب الكريستالات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طريقة سهلة جدا اهو كده. وهناخد الكرة الكريستالية اخر حاجة. الفيونكة دي كلها تبقى زي بعضها في اتجاه واحد. طريقة سهلة، هي بيها خرمين، خرم من فوق تركبي كده وخرم من هنا. وهناخد الكرة الكريستالية وهدخلها. طريقة سهلة جدا، مش محتاجة منك اي مجهود ولا اي شيء. انت هتعملي حاجتك بايديكي وتجددي النجفة بتاعتك بالطريقة دي. طبعا النجفة ممكن تتحل حتة حتة لو انت حابة. شايفين طبعا انا عندي الحاج بيساعدني في ان هو اللي يفكها وهو اللي يركبها، وانا عليا ان انا انضف. ايوه فكها بالشكل دي، وبعد ما نضفناها هيركبها من تاني. واذا كانت في حاجة من هنا محلولة ولا حاجة، لو مش قادرة تعملي كل ده نضفيها حتى بنفس الطريقة اللي وريتها لك وهي متعلقة. بس انا بحب ان انا افكها خالص، لان طبعا انا بنضفها من السنة للسنة بالطريقة دي التنظيف الشامل. لكن لما بتكون متعلقة طبعا كل اسبوع كل ما بنضف على طول انا بعملها. وكده ركبناها، وادي شكل النجفة بعد ما اتنضفت. شايفين بقت عاملة ازاي بعد ما نضفناها. طبعا الحاج هو اللي بيساعدني ان هو يركبها لي، وانا اللي هطلع اعمل الكريستالات بتاعتها. وبكده بعد ما علقت النجف بتاعي شايفين منور واخر حلاوة كأني لسه شارياها جديدة. هوريكي النجفة التانية. شايفين وهي مضلمة عاملة ازاي؟ منورة يا اخواتي، منورة. وادي النور. بسم الله ما شاء الله. كل عام وانتم بخير. نسمي ونصلي على رسول الله. يلا قومي نضفي النجف بتاعك بأقل التكاليف زي ما وريتك في الفيديو بالظبط.